أقدم زاحف بحري عاش في البحار والمحيطات. إكثيوثور أو السمكة السحلية. شكله شكل الزواحف بس ما بيتصنفش على إنه زاحف. عنده زعنفة وعايش في المية بس ما بيتصنفش على إنه سمكة. أقدم لك أقدم مارين ريبتايل أو زاحف بحري عاش على الكوكب. عاش في البحار من 250 مليون سنة في عصر الترياسيك، بس انقرض أو يقال إنه انقرض. اتقل لآخر الفيديو. العلماء بتقول دلوقتي إن أكبر كائن حي عايش على الكوكب هو البلو ويل أو الحوت الأزرق. بس الإكثيوثور في عصره كان بيوصل طوله من 2 متر ل 25 متر، وده بيخليه في وقته أكبر كائن حي مفترس عايش في المية. أول حفرية للإكثيوثور تم اكتشافها سنة 1811، وساعتها علماء الباليونتولوجي صنفوه على إنه تمساح. بس بعد 200 سنة اتصنف صح وبقى مارين ريبتايل أو زاحف بحري. لو انت بقى بتتفرج على الحلقات ففي برضو كان منقرض قعد سنين طويلة متصنف غلط. لو فاكر اسمه اكتبه في الكومنتات. على الرغم من ان العلماء عندهم حفريات كتير، بس ده مش مساعدهم ان هم يعملوا حاجه اسمها ديجيتال كونستراكشنز، اعاده بناء رقميه. وده العلماء بتعمله عشان يعرفوا حركه الكائن الحي كانت عامله ازاي وقوه الفك والحركه بتاعته. وده اتعمل لكل الحفريات زي اللي اتعمل للسباينوسورس وعرفنا هو كان بيمشي ازاي. بص الصورة اللي قدامك دي هتلاقي 3 حفريات للإكثيوثور. أول حفرية هتلاقيها بتولد، وتاني حفرية حامل. وكون يبقى في حفريه بتولد دي سابقه في الباليونتولوجي. خليني أقولك إن الإكثيوثور ظهر قبل الديناصورات بملايين السنين، وحرفيا عاش في جميع انحاء العالم، امريكا، الصين، انجلترا، المانيا. انت خدت بالك كده ان الإكثيوثور هتلاقيه ان هو واخد شكل الزواحف بس عنده زعنفه وديل، ودول عشان يساعدوه في السباحه، وعنده رئه عشان بيتنفس هواء. الفك بتاعه طويل بيوصل طوله ل 2 متر. عندك في انواع من الإكثيوثور الاسنان بتاعتها حاده وكبيره فبتقدر تاكل كل حاجه قدامها، حتى السلاحف كانت بتاكلها. وفي انواع تانية كانت الاسنان بتاعتها صغيره، وده كان بيخليها انها تاكل مثلا نوع او نوعين بس من الاسماك وبتاكل الرخويات. بس في ميزه بقى عن الإكثيوثور عن كل الكائنات الحيه اللي انقرضت، ان عينه واسعه، كان بيوصل قطر بؤبؤ عينه بس 10 سنتي، وده كان بيساعده ان هو يشوف في الضلمه بتاعه المحيط. وده خلى علماء الباليونتولوجي ان هي تستنتج ان الإكثيوثور نزل للأعماق، وصل لحد 600 متر تحت سطح البحر. كائن مفترس ضخم سيد المحيط في وقته، كان سريع جدا لدرجه ان سرعته بتوصل لمتر في الثانيه الواحده. الكائن ده راح فين؟ اختفى فجاه كده. طبقا لبحث علمي اتنشر في مجله نيتشر ان في 3 نظريات لانقراض الإكثيوثور. اول نظريه وهي ان اعداد الإكثيوثور ابتدت انها تقل من غير سبب محدد. تاني سبب ان ظهرت كائنات تانية اسرع منه وبتاكل اكله، ده غير كمان ظهور الموذاثوس اللي كان بيتغذى عليهم. النظريه الثالثه بقى بتفترض ان الاكل بتاع الإكثيوثور اختفى.